السلام عليكم. فيديو اليوم كيندرج ضمن الفيديوهات من السلسله تاع الفيديوهات الرمضانيه. هاد الفيديوهات هادو كنعطي فيهم معلومات مهمه بخصوص ممارسه رياضه الجري في شهر رمضان، وخاصك تجري بالطريقه الصحيحه. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا ان شاء الله اليوم. حاولوا تفرجوا في الفيديو حتى الاخر باش تفهموا مزيان المضمون ديال هذا الفيديو هذا. المهم اولا، هل ممارسه الرياضه في شهر رمضان هل هي ضروريه؟ ممارسه الرياضه في شهر رمضان ليست ضروريه لكل الناس، لكنها مفيده اذا تم التخطيط لها بطريقه صحيحه. يعني الا انت بغيتي دير الرياضه في رمضان خصك ديرها بالطريقه الصحيحه، او لا ما ديرهاش باش ما تطيحش في مشاكل. قلت لك الرياضه المعتدله تحافظ على اللياقه البدنيه، يعني خصك تمارس الرياضه بهدوء، يعني خصك تجري غير بشويه عليك في شهر رمضان، خصوصا اذا كنت مبتدئ. تحافظ على اللياقه البدنيه القلبيه والعضليه والتحكم في الوزن اثناء الصوم. علاش خصك دير الرياضه في رمضان؟ باش تحافظ على الوزن ديالك، يعني ما تزيدش الوزن في رمضان. لا، من ناحيه ديال ممارسه الرياضه، وكذلك الاكل. حاول حتى الاكل حتى هو نقص من السكريات. على الجانب النفسي تساعد على تخفيف التوتر، القلق، وتحسين المزاج والطاقه. يعني انت الى كنتي تحس براسك ماشي مزيان، فراه ممارسه الرياضه من الجانب النفسي راه كتساعدك. اذا لوبجيكتيف ديالك في رمضان شنو هو؟ النصيحه ديالي لك او زعما شنو باغي نوصل لكم هو انه الرياضه في رمضان من الاحسن انك ديرها على حسب باش تبقى بخير وعلى خير، وتحرق واحد شويه ديال السعرات الحراريه، لان راكم عارفين الماكله، الاكل في رمضان تكون المائده تكون عامره بالسكريات. فمن الراي ديالي الشخصي من الجانب النفسي كنحاول نمشي على الجانب النفسي، يعني ديما نكون بخير. يعني ما نحاولش نقول لا خصني ندير هذا التوقيت ولا هذا، لا، انا بغيت نقادي المزاج ديالي فاش يخرج رمضان نكون بخير وعلى خير، انه رمضان داز بخير واديت فيه الواجبات ديالي، وكذلك مارست فيه الرياضه، عاونت بها الصحه ديالي. بالنسبه للعداء او ممارسو الرياضه بانتظام قد يفقدون اللياقه بسرعه اذا توقفوا نهائيا عن التمرين. يعني الى العداء حبسوا بمره فراه تقدر تزيد الوزن، يعني خاصك بزاف باش ترجع. لذلك حاول دير برنامج، ولكن يكون برنامج بالعقل. ثانيا، انواع الرياضه المناسبه في رمضان. يعني النوع ديال الرياضات اللي مزيان في رمضان هو انك دير تمارين خفيفه الى متوسطه، مثلا المشي كذلك المشي السريع، تمارين المقاومه الخفيفه، وحاول تريني باوزان، يعني اوزان خفيفه. يعني داك الشيء غير بالعقل شويه بشويه تيفوت رمضان، وديك الساعات نعاود نرجعوا ثاني للبروغرام ديالنا العادي. تمارين ديال المرونه، راه كديو اليوغا بحال حتى هما راه مزيانين. بالنسبه للتمارين العاليه الشده، تمارين ديال عاليه الشده يمكن ممارستها الحصص اللي تتكون فيها شويه تتزير شويه راسك في التدريب. اذا كان الوقت بعد الافطار كان افضل، او قبل السحور. رايي الشخصي من الافضل مراد التراويح ما عندك شي حصه ديرها، ولكن مره ماشي ديما، حيت البرنامج ديما تيكون مفرق شويه، ما تيكونش فيه الحصص ديال الشده. حاول البروغرام يكون غير بشويه عليك، ايفيتي كاع انت قبل السحور، هذه حيده. بعد الافطار او لا بعد التراويح، من الافضل بعد التراويح حتى الحصه ديالها. افضل وقت ممارسه الرياضه في رمضان، اشنو هي احسن وقت
افضل وقت اللي يمكن لك تمارس فيه الهوايه ديالك. كاين بعد الافطار بساعتين 3 ساعات، كاين قبل الافطار ب 30 دقيقه ل 60 دقيقه ساعه. فالجسم تيكون صائم، يفضل تمرين منخفض الشده. الجسم ديالك راه ما تيبغيش دير شي حاجه قاصحه، هو بنفسه الجسم ديالك تيقول لك انا ما بغيتش. انت كترغم عليه واحد التمرين، فمن بعد راه غادي يرجع لك هذاك الشيء بالعياء والستريس كذلك. من الاحسن دير بحال مثلا المشي، ماشي كاع بلاصه سميتو، راه الا بدلتي هذا الشيء تبدا بالمشي راه كان افضل، احسن لك تمشى ولا تمشي دير هذا الشيء هذا. المهم بعد التراويح خيار جيد كيف قلت لكم، راه بعد التراويح كتأدي الواجب ديالك، حتى النفسيه ديالك تكون مزيانه. وديك الساعات راه غادي دير تمارين خفيفه اللي قلت لكم، خصوصا لمن يفضلون المساء. طبعا دوك اللي عز عليهم يترينوا في العشيه راه هذيك الوقيته غادي تعجبهم، ولكن ما تنبقاوش ديما تنحاول ديما الا ترينيت مورا الطروح درت شي حصه دايره شي شويه لغدت ليه نرتاح، او لا الا بغيت نتريني راه غادي ندير واحد 30 دقيقه قبل الافطار باش نريكيبيري واحد شويه ونرتاح. ندير 3 الحصات في الاسبوع ولا 4 حصات الاسبوع ونجلس 3 ايام نرتاح فيها. بعد التراويح قلت لكم خيار جيد التمارين خفيفه. المهم رايي الشخصي خلاصه ديال هذا الشيء هذا كامله ان شهر رمضان هو شهر ديال العباده، الصوم، ونجتهدوا في امور ديالنا ديال الدين. والهدف ديالي شخصيا من رمضان هو انني نحافظ على اللياقه البدنيه ديالي، نحافظ عليها، وكذلك الوزن ما نزيدش الوزن. هذا هو لوبجيكتيف ديالي في رمضان. وتنظيم النوم، خصني ولا بدا خصني نعس مزيان، واخا تتكون ديك تراوح قيام الليل خصني ضروري نعس. هادي تنديرها ديما انا في راسي، خاصك تنعس، فهمتوني؟ هذا حتى هو راه اوبجيكتيف. ردوا البال، راه تيرجع لك الارهاق من بعد، راه غادي يرجع لك الارهاق الا كنتي كتريني وما تتنعش. راه من بعد راه غادي من بعد رمضان راه واحد السيد واحد الوقيته من بعد رمضان في واحد 3 سنين هادي مشى لعب سباق مورا رمضان، وكان تيصلي هذيك السيمانه الاخرانيه في رمضان راكم عارفين قيام الليل، صلى قيام الليل فات رمضان نقول لكم 10 ايام تقريبا. لعبنا السباق، كمل السباق طاح الارض صافي، ما بقاش يقدر ينوض، السكر طاح، الارهاق. واخا تقول لا لا تنحس براسي ترجع لك هذاك الشيء. المهم انايا تنقول لكم لان تنظيم النوم تنظيم النوم كيعطينا، تيخلي ديك الطاقه اليوميه تكون عندها، تجمع ديك الطاقه، تحسين صحه القلب والاوعيه الدمويه. الهدف ديالنا برمضان هو نديو الواجب الديني ديالنا، هذا هو لوبجيكتيف اللي خصك تحط. البروغرام ديالك اللي بغيتي تحطو هو انك تجتهد في الامور ديال الدين، تأدي الواجبات ديالك. هذا الشهر هو شهر العباده، خصنا شوف العباده خصها تكون ديما، غير هو شهر رمضان خص الانسان يجتهد ويراجع راسو. وبالنسبه للرياضه فهي تكميليه، يعني الرياضه كتعاونك شويه باش نفسيا بدنيا، حتى الرياضه راه كتعاونك في الصلاه، والصلاه كذلك كتعاون في الرياضه. لذلك نديرو 50-50، تيفوت رمضان ديك الساعات ويتريني، رجع للبروغرام ديالك وتريني صافي. هذا هو لوبجيكتيف اللي عندنا في رمضان دابا. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تفرجوا في هاد 2 فيديوهات هادو. بالنسبه للناس اللي تواصلوا معايا راه جاوبتهم، اللي بغى يتواصل معنا انستغرام تواصل معنا فيه. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، والسلام عليكم.